مسلسلات تقدر تفرج فيهم في رمضان. ما صعيب تلقى مسلسل تقدر تفرج فيه في رمضان، صعيب وثم صعيب. الا كنتي اش نقول لك، مسلسلات دراميه صعيب تلقى مسلسل كامل ما فيه حتى شي لقطه ولا شي حاجه، صعيبه بزاف. اللي نقدر نقول لك انا هو تشوف دوك المسلسلات الوثائقيه، هادوك كيكونوا مزيانين، هادوك كيكونوا ما فيهم والو، بحال مثلا بحال هاد 7 وورد وان بلانيت، هادي راه 10 على 10. بحال هاد بلانيت ايرث الاولى والثانيه وحتى الثالثه اللي خرجت هاد العام. المهم هادشي انا كننصح تفرجوا في هادو، ماش غادي تمشي تفرج في صبرتي سالي رمضان، على الاقل تفرج في هادو راه واعرين، هادو راه ماشي سالين فهمتي، هادو راه شي حاجه طوب. اور بلانيت حتى هي، وانا كنت حاقرهم واحد الوقت، ما نقولش بغيت نبقى ليا الحيوانات حتى هما نتفرج فيهم، ولكن ملي بديت كنتفرج عجبني داكشي. زوينين انا صاحبي هاد كوزموس اللي بغى يعرف الكون كيفاش تكون وكيفاش بدا وكيفاش اللعيبه حتى هو زوين، شي حاجه ناضيه هادي. المهم مسلسلات وثائقيه بصفه عامه كاع زوينين، كاع خصهم يتشافوا. غاديين هادشي ناضي، هادشي زوين الدراري. اكثر الا تفرجتي فيه في الفور كي، الا عندك تلفازه 4K ودرتي هادشي راه حلاوه، وما غتحس بهم الوقت. علاش؟ حيت فيهم بحال عرفتي صحابك حتى الحيوانات ولا لا كاين واحد النوع ديال الناراسيون ديال داك اللي كيدوي الحوار اللي كيقول، ولا كاين واحد النوع ديال السسبانس وكذا فهمتي، واحد الاثاره كاينه في هادشي في القصه. دونك هادو زوينين الدراري هادو، انا كنت حاقرهم، خصكم ضروري تفرجوا فيهم. هادو اكثريه هادي.